ما على باليش علاش دائما كي يلحق الخريف يدوموندو من عندي هذه لا طاغتو بوم اللي تجيب بزاف بنينه ومن بنتها درتها دو فوا. اروحوا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا في ريسيبيون درت 65 غرام مارغرين تكون طريه، ضفت لها 65 غرام ما بين سكر كريستاليزي وسكر غلاس، خلطتهم كامل مع بعض. ما ننساوش الرشه تاع الملح. نخلط المكونات كامله مع بعض. بعدها ضفت لهم صفار حبه بيض، كملت خلطت وضفت لافاني، وبعدها وزنت 120 غرام فارينه عفوا، ضفتها للخليط تاعي وجمعت الخليط بهذه الطريقه حتى نتحصل على عجينه تكون بهذا القوام. نغلفوها ونخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق. بعدها نفتحوها بهذه الطريقه ونديروها في المول. انا اخترت هذا اللي جاي هكذا مستطيل، يعني المقادير اللي عطيتهم لكم راح يجيوكم قيس تبقى لكم قيس وحده تاع التحضيرات. بعد ما فتحتها بهذه الطريقه نثقبها وندخلها للفريجيدير. بيد ما نخدموا لا كريم اللي فيها كاس ونص حليب، مغرف ونص سكر عادي، تقدروا تضيفوا حتى 2 مغارف كبار. نديرهم فوق النار. من جهه اخرى جبت حبه بيض كامله، مغرف ونص مايزينا، خلطهم مع بعض ونضيفوا لهم الحليب اللي كان يسخن معنا. بعدها رجعت كامل الخليط والكسرونه وديتوه فوق النار حتى تتقال معنا بهذه الطريقه. بعدها ضفت لها مغرف كبيره مارغرين طريه ولافاني، وجيت فرغت كامل الخليط على العجينه تاعي بهذه الطريقه. نسولها السطح، وهنايا كنت قسمت حبه تفاح الى شرائح بهذه الطريقه، ونجو نستفوه كامل على لاطاط تاعنا. وفي الاطراف زينته بلي زاموندي فيلي كما راكم تشوفوا. وهنا نجو نخدموا الخليط اللي يعطينا بنه لبنه للاطاط تاعنا اللي فيه مغرف كبيره تاع السكر، ضفت له مغرف صغيره قرفه ونص مغرف صغيره زنجبيل. نخلطهم كامل مع بعض ونضيفوهم على كامل السطح بهذه الطريقه، وندخلوها للفرن الطيب على 180 درجه حتى تحمر وتعطينا هذه النتيجه. شوفوا جات ما شاء الله. نخلوها تبرد تماما وندهنوها بكميه مليحه تاع لاجولي اللي راح تزيد لنا بنه ولمعان. وفي الاخير قسمتها معكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. جات ما شاء الله ولا بات تاعها بزاف طريه. جربوا الوصفه وخلوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.